السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. أنا في سؤال بس أحب أوجهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر. يا معالي الدكتور، أنت إزاي تبقى رئيس وزراء مصر وما أنتش عارف إمكانية الدولة، ومش عارف وما تعرفش حاجة عن موارد الدولة، إذا كانت مواردها قوية أو مواردها ضعيفة؟ يعني ده سؤال محير الجميع. إزاي أنت بتدير مصر وأنت مش عارف مواردك أو مش عارف إمكانياتك، وتيجي بعد ما تعمل الكارثه وتتسبب لمصر في كارثه وفي ازمه كبيره تقول والله ده احنا مواردنا ضعيفه؟ هل انت ما كنتش تعرف قبل كده؟ هل قبل كده كانت مواردها قويه وانت اتفاجئت ان مواردها ضعيفه؟ ما دي مصيبه اكبر. اما انت تورط البلد في 15 مليون لاجئ، دولت هيطلعوا من مصر ازاي؟ دولت هيسببوا لك في ازمه مع الشعب المصري بشكل ما هو طبيعي. كل حاجه في مصر غليت، المواد الغذائيه غليت، الكهرباء انتوا بتغلوها، الشقق غليت، كل حاجه في مصر غليت. انت مواردك محدوده وعلى كلامك، فانت ازاي تستقبل 15 مليون لاجئ؟ تعرف انك انت سببت ازمه ما بين شعوب العالم مع الشعب المصري. يعني لما يكون عندك لاجئ من حوالي، بس يكفي بس لاجئين الفلسطينيين، السودانيين، السوريين، الليبيين، يعني انت عملت لك ازمه مع 10 دول عربيه زي السلام عليكم. انت ليه جاي بتصدر المشاكل للشعب المصري بسبب فشلكم وبسبب سوء ادارتكم للدوله؟ يعني انتوا لمتى؟ يعني هل مصر بكبرها، بجامعاتها، بكلياتها، مش قادره تخرج كفاءات تقدر تدير موارد الدوله صح؟ الدوله فيها موارد كبيره والدوله فيها موارد حلوه، بس انتوا تديروا الدوله بالشكل اللي يرضي ربنا بس. ارضوا ديروا الدوله بالشكل اللي يرضي ربنا، والله العظيم هنعيش في خير. لكن انتوا بتديروا الدوله بالفهلوه. مصر ماشيه بكده، مصر ماشيه بالفهلوه. يعمل الكارثه ويلبسها في الشعب المصري، تعمل المصيبه الحكومه تعمل المصيبه وتلبسها في الشعب المصري. كل حاجه على دماغ الشعب المصري. يا اخي ارحمونا بقى، كفايه كده بقى يا اخي. الشعب تعب. لمتى؟ لحد متى هتيجي؟ امتى تيجي حكومه تخاف على مصر وتخاف على شعبها؟ يعني حاجه صعبه دي. هل دي حاجه صعبه ان تيجي حكومه تخاف على مصر وشعبها؟ لمتى؟ لمتى يا راجل؟ ما فيش حكومة تعرف تدير مصر بشكل كويس يخلي شعبها يعيش في رفاهية ويعيش في عيشة محترمة زي الناس؟ ايه يا راجل، حرام. والله حرام ان دولة زي مصر بمواردها، بالكفاءات اللي فيها، ويبقى شعبها عايش بالطريقة دي. حرام يا راجل، حرام. كفاية بقى. ارحموا شعب مصر عشان ربنا يرحمكم. تحياتي للجميع.